قبل ما نبدأ ما تنساش تشترك في القناتين وقناة الفيس وقناة العشوائيات بتاعتنا، وهتلاقيهم كلهم موجودين في الوصف مع قناة التليجرام اللي فيها أسامي الحكايات كلها. وكالعادة ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك، ويلا بينا. بتبدأ المنهاوة بصراع بيحصل في منطقة الظلام تربيس، واللي بيكون فيها المواجهة النهائية ضد الوحش الأخير. وبنشوف شخص اسمه رينجر بيكون بيواجه زعيم المنطقة دي، والزعيم بيضل إنه يهجم عليه بهجمات البرق بتاعته، ولكن هو بيتجنبها بسهولة ويضل يهرب من الهجمات دي ويتوجه لمكان الزعيم. وبنشوف في لحظتها زعيم المرحلة واللي بيكون وحش الحديقة لمينوس، وهي بدها انها تضحك وتسأل رينجر اللي هو هيضل يهرب كتير، وبتستعمل البرق بتاعها وبتكمل هجوم عليه من بعيد. ولكن رينجر بيكون قادر يتفادى الهجمات عليه باستعمال سرعته الكبيرة. ورينجر بيستعمل في لحظتها الأسلحة بتاعته وبيضل يهجم على مينوس وبيحاول يصيبها، ولكن مينوس بدها تتفادى الهجمات بتاعته بسهولة، وبتسأله لو دي كل قوته وإنه ضعيف جدا، وبتستعمل هجمة برق قوية وبتهجم عليه وبتدمر المكان. ولكن بتتفاجئ بان رينجر استعمل كل سرعته وانتقل وراها بسرعه وبيستعد للهجوم عليها، وبيضل يضحك ويقول انا مغروره جدا، وبيهجم عليها باستعمال رصاص النار اللي معاه وبيصيبها في كل جسمها. والمونوس بتعالج جروحها بسرعه وبتكون متعصبه وبتساله هو ازاي يجرؤ ويهجم عليها كده وانها تقضي عليه، وبتستعمل في اللحظات السحر الخاص بيها وبتغطي المنطقه بالكامل فوق رينجر بالدوائر السحريه عشان تهجم عليه. ورينجر بيتفاجئ وان ده سحر نار واسع المجال وان دي هجمه خطيره جدا. وليمونوس بتضحك وتستدعي في لحظتها عاصفه برق كبيره، وبتقول انه اكيد اتخدع وفكرها هتهاجمه بسحر النار وان هو غبي وان ده وقت موته. وبتهجم عليه في لحظتها باستعمال سحر عاصفه البرق وبتطلب منه يختفي ويتحول لرماد. والهجمه الخاصه بيها بتوصل لمكان رينجر وبتدمر المكان بالكامل من قوه الهجمه. وليمونوس بتنتهي مكانه في لحظتها وبتدينها تراقب اللي حصل، وبتقدر تعثر على القبعه الخاصه برينجر وهي متدمره. وليمونوس بتضحك وتقول انها واخده غبي وانها قالت له انها تقضي عليه بسهوله، ولكن رينجر بيظهر قدامها من تحت الارض في لحظتها وبيسالها بتضحك على ايه، وانها لو عندها اخبار سعيده المفروض تشاركها معاه. وبيستعمل صراحه في لحظتها عشان يهجم عليها، وقال لها انه هيشارك معاها الرصاص بتاعه برضه. ورينجر بيهجم عليها في لحظتها بالمسدس وقال لها ده هيكون الوداع ما بينهم وان هو كان بيكرهها جدا. وليمونوس بتقول مستحيل وانها مش هتسمح له. وبيحصل في لحظتها انفجار كبير في المكان من هجوم رينجر، ورينجر بيتراجع بسرعه وانها توقع هجمته وتقضي على الوغده دي، ولكن هي خرجت برق من جسمها عشان تصدى للهجمه. وبيتسال هيتعامل معاها ازاي دلوقتي وانها قويه جدا. ووصل في لحظتها نيمار زميل رينجر وبيسلمه قبعه تانيه وبيساله هو يتاخر في معركه ضد الزعيمه دي وانه يقدر يساعده في القضاء عليها. ورينجر بيقول لا، وانه اتفق معاه انه حتى لو مات فهو ما يتدخلش في المعركه الخاصه بيه. ونيمار بيقول له ان هو عارف اتفاق كويس ما بينهم، ولكن هو شاعر بالملل ومش شايف سبب يمنعه من التدخل. ورينجر بيضحك واللي جهله بالاسباب دي هو اللي خلاه عمل معاه الاتفاق. ونيمار بيستغرب وسأله بيتكلم عن ايه، ولكن الاتنين بيتفاجئوا في لحظتها بليمونوس اللي بدات تحرك قوتها بالكامل في المكان. ونيمار بيكلم رينجر والواخده دي بدات تستعمل الهيئه النهائيه بتاعتها وانها قويه جدا وان هو هيساعده في المعركه ضدها. ورينجر بيقول لا وانها طلب منه ما يتدخلش. وليمونوس بتضحك وتقول انها هتنهي الصراع بتاعهم ده وان هما الاثنين هيموتوا اساسا وانهم مستحيل يتحملوا مواجهه تنين البرق اللي استدعته. والتنين ده بيروح في لحظتها مكان رينجر ونيمار عشان يهجم عليهم. وليمونوس تطلب منه يقضي عليهم حالا، ورينجر بيكون مصدوم ويسال نيمار عن اللي بيحصل، وهو بيقول له ان ده تنين برق الدمار وان دي هجمه ليمونوس الاقوى. وبيطلب من رينجر يتحرك وهو يجذب الوحش معاه عشان يقضوا عليه. ورينجر بيتعصب ويطلب منه يتراجع وانه طلب منه ما يتدخلش. ونيمار بيقول له يخرس ويتحرك وان هو يتعامل مع تنين البرق الاسود ويشغله، وهو يتعامل مع التنين الابيض وان هم لازم يفرقوهم عن بعض. وبيبدا فعلا تنين البرق الاسود يطارد نيمار وبيبعد عن رينجر. ورينجر بيكون مصدوم وبيطلب من نيمار يقف له بيعمله وانه يفسخ العاده بينهم كده. ولكن فجاه الوقت بيتوقف في المكان بالنسبه لرينجر اللي كان بيتكلم مع نيمار. ورينجر بيكون مصدوم وبيراقب المكان ولقى ان المعركه وقفت بالكامل وان نيمار وليمونوس والوحوش كلهم اتوقفوا عن الحركه. وبيظهر في لحظتها دايره وقت ضخمه تحت رينجر. ورينجر بيكون مصدوم والمستحيل وان الوقت ده ورطه وانه بيكرهه. والدايره دي بتفعل قوتها السحريه في لحظتها وبتخرج دوائر اصغر وبتسجل رينجر جواها. ورينجر بيكون مصدوم وانهم يستنوا وانه ما غلطش او كسر شروط العاده ما بينهم وانه ما طلبش المساعده من الوغد ده وانه اللي اتدخل لوحده. وبيدن يراقب نيمار اللي كان بيهرب بالتنين الاسود وبيطلب منهم يصدقوه وانه كان واخد الوغد ده معاه بس كدليل، ولكن هو اللي اتدخل لوحده مع انه حذره. ورينجر بيدن يحاول يتحرر من الدوائر اللي سجنته وبيطلب منهم يصدقوه وانه مستحيل كان يكسر عاده ما بينهم وانهم اكيد شافوا اللي حصل. ولكن الدايره دي بتختفي في لحظتها والوقت بيبدا يرجع لطبيعته تاني.
بس رينجر بيدنه ممسوك بالدواير ومش قادر يتحرك، وهو بيدنه يصرخ وبيطلب انهم يحرروه، والوقت بيتفعل تاني في لحظتها بالنسبه للكل، ونيمار بيكمل في هروبه من التنين الاسود وبيضحك وبيسأل رينجر هو مش سعيد ان هو حضر معاه عشان يساعده وان هو كان زمانه في ورطه كبيره دلوقتي، ولكن بيتفاجئ بان رينجر ما بيتحركش من مكانه، والتنين الابيض بيهجم عليه في لحظتها هجمه مدمره وبيصيبه اصابه قاتله، ونيمار بيكون مصدوم والمستحيل وبيروح له بسرعه وبيسأله عن اللي حصل وليه هو ما اتحركش من مكانه، ورينجر بيراقبه وهو بيموت ويكون حزين وان نهايته دي هتكون نهايه غبيه، وبيتعصب وبيضل يشتم نيمار وبيناديه باسمه الحقيقي جين سونج، وبيقول ان هو تعب جدا لحد ما وصل للمرحله دي ولكن هو دمر كل حاجه وان هو حقير واغد، ونيمار بيراقبه وبيسأله عن اللي بيحصل وبيتكلم عن ايه، وهو بيقول له يخرس وانه اكتر شخص بيكرهه وانه بيتمنى ان هو يعاني بسبب اللي هو عمله ده، وبنخرج في لحظتها العالم الحقيقي وبنشوف اللاعب جين سونج ده وهو بيراقب اللي بيحصل واللي واخد رينجر ده متعصب ليه، وان هو ما قدرش يتفادى هجمه الوحش ومات وان هو كان بيساعده وبس، وبنرجع في لحظتها بالزمن شويه عشان نعرف عن اللعبه اللي كان جيني بيلعبها وانها لعبه المحاربين والدنجنز، واللي بتكون لعبه مشهوره جدا اللاعبين بيقدروا يستكشفوا فيها الدنجنز ويغامروا باستعمال شخصيات كتيره بمميزات اكتر، وان كل شخصيه في اللعبه بتعتمد على اللاعب اللي بيلعبها، وان في شخصيات بتغامر بحثا عن الشهره والمجد وفي شخصيات تانية بتغامر بحثا عن الاموال وبس، وان في شخصيات في اللعبه دي هم الاقوى والافضل، اولهم نيمار واللي كان صاحب شخصيه قويه ولكن مغروره، ورينجر واللي كان زميل معاه في المجموعه، وان رينجر ظهر قدامه في يوم من الايام بطلب مفاجئ وان هو كان عايز مساعدته في القضاء على الزعيمه ليمينوس وانها مرحله الحديقه السماويه في اللعبه، وان نيمار كان معترض في الاول ورفض مساعده رينجر وقال ان هو بيطلب مساعدته بس عشان هو ينهي له مهمه بسرعه، ورينجر قال له لا وانه عايزه بس يوصله لمكان الزعيمه ليمينوس ويديله نصايح للتعامل معاها وهو يتخلص منها لوحده من غير مساعدته، وان ده يكون اتفاقهم وهو يعوضه بالمقابل المناسب، ونشوف جين اللي بيكون بيتحكم في شخصيه نيمار وهو بيراقب الحوار ده بينه وبين رينجر، وجين بيكون مستغرب كل الوقت ده مغرور جدا وانه عايزه يساعده ولكن في نفس الوقت هو ياخد الفضل كله، وبيدنه يضحك والوقت ده صحيح بيتكلم كانه شخصيه حقيقيه موجوده في اللعبه وانه المفروض يكون شخصيه بيتم التحكم فيها زي اي شخصيه تانيه، وجيني بيقول انه في الواقع ما بيستمتعش باللعبه دي لانها صعبه ولكن هو بيلعبها عشان المشاهدات وانه بيخاطر بكل حاجه عشان الرعايه والاموال اللي اللعبه دي بتمنحها له، وبنعرف ان جين هو لاعب محترف قديم معتزل وحاليا عباره عن لاعب خبير في لعبه الابطال والدنجنز وستريمر، وجيني بيراقب رينجر وان اكيد الوقت ده طلب منه المساعده لانه عارف ان هو خبير وان مفيش شخص هيكون عارف الزعيم ليمينوس غيره، وانه كان هيرفض طلبه ولكن طالما المشاهدات عنده هتعلى بسببه فهو موافق وان هو هيساعده ويروح معاه المكان ليمينوس، وبنرجع تاني للحاضر وبنشوف اللحظه اللي رينجر بيكون بيموت فيها في اللعبه بسبب تدخل جن في شخصيته في مهمته، وهو ده انه يشتمه وقال له اللي حصل له ده بسببه وانه هو لاعب واخد حقير، وجيني بيكون متفاجئ ويطلب منه يوقف شتيمه فيه قدام متابعينه وان ده غلط، ولكن هو بيكمل شتيمه فيه وانه هيحرص ان هو يموت زيه بسبب اللي هو عمله ده وانه مستحيل يسامحه، وجيني بيكون مستغرب واللي الوقت ده عامل ازمه ليه وان هو يديله عملات ذهبيه عشان يعيد يحيى شخصيته تاني في اللعبه، وانه مش فاهم عصبيته دي ومش مهم وانه هيتجاهله وانه يرجع يكمل لعب تاني وان هو محتاج مشاهدات اكتر، وبيفتح ملف في اللعبه واللي اسمها بيتغير وبيكون دلوقتي باسم الحياه الجديده، واول لما جيني بيفتح الملف الشاشه بتبدا تتكسر وجيني بيتفاجئ وبيتسرع عن اللي بيحصل والشاشه بتتكسر بتكمل في لحظتها ويبدا يخرج منها طاقه كبيره جدا، وجيني بيتراجع بسرعه ويكون متفاجئ ولا اللي بيحصل هنا وانه مش فاهم وليه الشاشه بتاعته اتكسرت كده، ولكن فجاه بيظهر حاكمه ضخمه قدام جين وبتمسكه على ايديها وجين بيكون مصدوم والمستحيل وانه اكيد بيحلم وبيسالها هي مين وهو ايه اللي حصل له، وهي بتقول له ان هو عمل تواصل مع الشفره وتسبب بكسرها بسبب غبائه وان عشان كده هو لازم يتحمل المسؤوليه، وجين بيكون مصدوم وبيسالها شفره ايه وانها لو تقصد الحادثه اللي حصلت مع رينجر فهو ما كانش يقصد وان دي مجرد لعبه وهي ظهرت في غرفته ازاي اساسا وانه مش فاهم، والحكايه بتستعمل قوتها وبتبدا تكسر البعد الخاص بجين وبتقول له ان طالما هو اتدخل في الخطط بتاعتهم ودمرها فهو المفروض يتحمل المسؤوليه ويصلحها تاني، والبعد الخاص بجين بيتكسر في لحظتها بيبدا ينتقل لبعد تاني وجين ما بيكونش مصدق وبيطلب منها تستنى وانه مش فاهم حاجه منها وانه ما كسرش اي حاجه، وجين بيترمي في لحظتها لجوه عالم اللعبه وبيقع في واحده من الجزر الموجوده فيها، وجين بيفوق وبيكون مستغرب وبيسأل عن اللي بيحصل وانه مش فاهم اي حاجه نهائيا، وبيشوف منظر ايده وبيكون مصدوم وبيقول ان ايده اتغيرت بالكامل وان دي ايد وحش وانه اكيد بيحلم، ولكن فجاه بتهجم عليه بسحر النار عن طريق وحوش في المكان، وجين بيتصاب وبيترمي لبعيد وبيقول ان النار دي قويه جدا وانه قادر يشعر بيها بتحرق جسمه وان ده مش حلم، وبيظهر في لحظه جيش من الوحوش في المكان وبيحاصروا جين وبيدانوا بيضحكوا وبيقولوا له دي نهايته
وبتظهر قائده الوحوش دي وبتكون متعصبه جدا وبتسال جن هو ازاي يجرؤ يعمل دمار في الغابه الخاصه بيها وان هو خلاص هيموت على ايديها بسبب اللي هو عمله ده. وجن بيطلب منها تهدى وان هو ما عملش اي حاجه وان هو لسه واصل لهنا، وبعدين هي اللي بتحرق الغابه اساسا بالنار بتاعتها. والزعيمه دي بتتعصب وتقول له يخرس وانها خلاص قررت انها تقضي عليه، وبتطلب من اتباعها يهجموا عليه بسرعه وتخلصوا منه حالا. واتباعها فعلا بيروحوا يهجموا على جن اللي بيبدا يهرب من المكان بسرعه، وجن ما بيكونش مصدق ولو عمل ايه وانه مش فاهم، ولكن هو بيهرب منهم بيقع في بحيره صغيره موجوده قدامه. وجن بيراقب الوحوش دي وهي بتهجم عليه من وراه، والوضع ده خطير جدا وهو لازم يهرب من هنا، ولكن بيتصدم اول اللي بيشوف هيئته في انعكاس البحيره والمستحيل، وان ده مش شكله الحقيقي وان دي كارثه بالنسبه له. وجن بيهرب بسرعه من مكان عشان يتجنب الوحوش، والوحوش تبدا تبحث عنه في كل مكان، والزعيم بتطلب منهم يعصروا عليه وانه اكيد ما هربش مسافه بعيده. وجن بيراقبهم ولانه عارف الاوقات دول وان دي عنقاء البونشي ومعاه وحوش الجوبلين ووحوش التاو وان ده مستحيل، وده انه يراقبهم ولانه واجه الوحوش دي قبل كده كتير وانهم كانوا موجودين في المرحله المتوسطه، وبيراقب ايده وان دي فارس ظلام واللي بيكون عباره عن واحد من الشخصيات في لعبه الابطال والدنجنز، وبيتسال عن اللي بيحصل وليه هو انتهى اللي جوه اللعبه دي. وصحيح وملف اللعبه كان مكتوب عليه الحياه الجديده ليه، وبيتسال هو هيعمل ايه دلوقتي وان دي ورطه وان هو لازم يرجع العالم الطبيعي بتاعه. وجن بيتفاجئ في لحظتها بصراع بدا يحصل في المكان، وبيشوف واحد من الوحوش الموجوده بيتهزم وبتضغط عليه، والزعيمه بتتفاجئ وبتساله مين اللي جرؤ يعمل كده. وجن بيراقب اللي بيحصل وبيشوف اتنين من اللاعبين ظهروا في المكان وبدا يهجموا على الوحوش ويقضوا عليهم، والصيادين دول بيروحوا في لحظتها البونشي وانهم كانوا متوقعين كده وانها السبب في الهجمات اللي حصلت على غابه، وهي بتسالهم هم قدروا يعثروا على مكانها ازاي وان ده مستحيل. وجن بيراقب الصياد ده وان هو عارفه وان دي شخصيه الفارس الشبح من اللعبه وان هو كان شخصيه مشهوره جدا، واللي كمان البنت اللي بجانبه دي كانت واحده من الشخصيات المساعده سيريا كارمن، وبتسالها هي ازاي بتتصرف كانها شخصيه طبيعيه. وسيريا بتكلم الزعيمه وتسالها عن سبب وجودها في المكان ده وان هم يقدروا يساعدوها ويحلوا المشكله سلميا ما بينهم. وجن بيراقبهم ولان هو عارف الحوار ما بينهم ده وان هو كان من مهمه الغابه المحترقه واللي بيكون واحده من المهمات البدائيه. وجن بيستغرب وبيتسال طالما الفارس الشبحي ده بيعمل المهمه فهل معنى كده ان في شخص بيلعب بشخصيته جوه اللعبه؟ والفارس الشبحي بيستعد في لحظتها للهجوم على الزعيمه وبيطلب من سيريا بطل تضيع في وقتهم وان هو يقضي عليها وخلاص. وجن بيتفاجئ وانه كان متاكد وانه شخص حقيقي فعلا، والفارس بينتقل في لحظتها لمكان الزعيمه وبيهجم عليها بكل قوته، ولكن الزعيمه بتتفتح هجمته بسرعه قبل ما تتصاب وبتدانها تضحك وتقول انه يدفع ثمن جرأته عليها دي وان هو هيموت حالا، وبتهجم عليه بسحر النار بتاعها عشان تصيبه وبتقول ان دي نهايته. ولكن الفارس بيقدر يتفادى كل هجماتها بسهوله وبيطير في لحظتها فوقها وبيقول لها انها مغروره جدا وانها الوحيده اللي هتموت هنا، وبيستعمل قدرته الخاصه سيف الدمار وبيهجم عليها وبيدمر المكان بالكامل. ولكن الزعيمه بتقدر تتفادى هجمته بسرعه وبتبعد عنه، وهي بتستعمل بعدها سحر النار وبتقول له ازاي يجرؤ يأذيها وانه مجرد بشري. والفارس ده بينتهي في لحظتها مكانها بكل سرعته، هو لا بتتكلم كتير وان كلامها اكتر من قوتها، وهي بتتصدم وبتطلب منه يستنى وانها تستسلم، ولكن هو بيهجم عليها بالقدره الخاصه بتاعته سيف القاطع وبيقضي عليها. وجن بيدانه يراقب السيف ده وبيكون متفاجئ وانه هو قوي جدا وانه ما توقعش القوه دي كلها منه، وان كمان الزعيمه اللي واخده دي ماتت بطريقه قاسيه جدا، وان واضح ان الفارس ده كان متعصب منها. والزعيمه بتقوم وبتكلم الفارس في لحظتها وبتقول انها كانت عارفه ان هو قوي عشان كده الحارس بتاعها سابه يمر. وجن بتصدم ولا لسه عايشه ازاي وانها كانت ميته، والزعيمه بتبدا تقول للفارس عن اللي حصل في الغابه من 10 سنين. وجن بتصدم وتطلب منها تعالج الاول وبعدها تحكي له. وجن بيراقب الفارس وصحيح الفارس ده يقدر يساعده وان طالما هو لاعب هنا فممكن يوافق على طلبه. وجن بيروح في لحظتها للفارس ويدان انه ينادي عليه وانه عايز منه طلب وانه عايز مساعده، ولكن الدائره السحريه الخاصه بالوقت بتظهر في لحظتها قدامه وتوقفه وبتطلب منه يخرس. والزعيمه بتكمل كلامها مع الفارس وسيريا وبتقول لهم ان النار في الغابه دي حتى هي ما قدرتش توقفها وانها محتاجه مساعدته من انقاذ كيريا. وجن بيدانه يراقبه من بعيد ويكون مصدوم وانه مش قادر يتحرك وان الدوائر السحريه دي منعاه من الحركه نهائيا او من الكلام حتى. والزعيمه بتفتح بابا في لحظتها وتقول للفارس وسيريا ان هم يقدروا يمروا من خلالها وان هم اقوياء ويقدروا يواجهوا الصعوبات فيها. وجن بتصدم وان دي الجمله اللي بتنقله من الدنجن اللي بعدها وان دي كارثه. والفارس وسيريا فعلا بيمروا من خلال البوابه دي وبيشكروا الزعيمه وبيقولوا لها ان هم ينقذوا الغابه وكيريا وبيختفوا من المكان. وجن بيتحرر في لحظتها من القيود السحريه اللي عليه وبيقدر يتحرك اخيرا وبيقدر يجري بسرعه عشان يحارب الفارس ده، ولكن ما بيكونش قادر لان البوابه قفلت. وجن بيكون مصدوم وبيتسال عن اللي بيحصل وليه ظهرت دائره سحريه غريبه وسجنته اول لما حاول يتواصل مع الفارس ده وانه مش فاهم.
وبيتعصب وبيسأل الشخص اللي بيحاول يمنعه من الخروج لو مفكر نفسه يقدر يمنع تصرفاته دي وانه مش ضعيف وانه يخرج من هنا بسهوله وهيعاقبه على اللي هو عمله. ولكن لما جيني بيحاول يستكشف المكان عشان يخرج منه بيكون مصدوم، والمكان ده مرعب جدا وانه اسوأ حتى من اللعبه، وبيتسائل هيعمل ايه وهيخرج من المكان المخيف ده ازاي. والمفروض الدنجن التعليميه اللي الفارس دخلها تتمسح خلال 10 دقايق، وان هو لو خلصها وخرج وسابه هنا فدي تبقى ازمه بالنسبه له وان هو لازم يلحق بيه. ولكن لما جيني بيحاول يخرج عشان يلحق بالفارس بيتفاجئ بظهور عدد كبير من الوحوش وراه، وجيني بيكون مصدوم وبيتساءل عن اللي بيحصل والوحوش دي رصدت مكانه ازاي. والوحوش بتروح في لحظتها لمكان جين وبتحاصره عشان تهجم عليه، وجين ما بيكونش مصدق وان ده عدد كبير جدا من وحوش الزومبي والغيلان وان دي ورطه كبيره وان هم لو قبضوا عليه فهو ينتهي كده. وواحد من الوحوش بيروح يهجم على جين في لحظتها، وجين بيترعب ويطلب منه يبعد عنه وانه معاه سيف ومش هيتردد في استعماله ضده، والوحش ما بيهتمش بيه وبيهجم عليه برضه، وجين بيتفادى الهجمه بتاعته بسرعه قبل ما تصيبه وبيطلب منه يسيبه في حاله وانه مجرد بشري طبيعي. وجين بيتفاجئ ان هو قدر يتفادى الهجمه وان واضح ان جسمه سريع، والوحش بيتعصب وينتقل قدامه وبيستعد للهجوم عليه تاني. وجين بيترعب وان شكله قبيح جدا وبيهرب بسرعه من قدامهم، وبيقول ان هم كانوش مرعبين كده في اللعبه ولكن هم على الحقيقه مرعبين جدا. والوحوش دي اول ما بيشوف جين مرعوب منها وبيهرب بدنا تضحك وبتكمل مطارده فيه بصوره اكبر عشان تمسكه، وجين وهو بيهرب منهم بيتفاجئ بشخص بيصرخ في الغابه بجانبه، وجين بيستغرب كل اللي بيحصل وان ما كانش في اي اشخاص هنا في الغابه غيره وصحيح، وانه عارف الصرخه دي وان ده صوت سيريا اللي كانت مع الفارس الشبح، وبيتساءل هي بتصرخ ليه وبيجري مكانهم بسرعه وان هو لازم يتاكد بنفسه من اللي بيحصل وانهم اكيد خرجوا خلاص من الدنجن التعليميه وانهم يقدروا يساعدوه دلوقتي. وفعلا جين بيوصل لمكانهم وبيقدر يشوف الفارس وبيستغرب وبيسأل عن اللي بيحصل واللي هم كانوا بيصرخوا دلوقتي وانهم فكروا ما يخلصوا من بوابه ويخرجوا من هنا، ولكن بيتفاجئ بوجود وحش مرعب ظهر في المكان وهجم على سيريا وجمدها بسحره، والفارس الشبح بيكون بيواجهه عشان يحرر سيريا من سجن الجليد ده. والوحش ده واللي بيكون اسمه وحش الجليد جولايش بيضحك واللي فارس الشبح انه بحث عنه كتير وانه اخيرا قدر يعثر على مكانه وانه يحرص ان نهايته تكون على ايده. وجيني بيكون متفاجئ وانه تقريبا واجه الوحش ده قبل كده ولكن هو توقعش انه يكون مرعب للدرجه دي. وجيني بيروح للفارس ويقول مش مهم ودي مش مشكلته هو، وبيكلم الفارس وبيساله لو هو فاضي وانه عايز يكلمه في حاجه مهمه. وجولايش بيحضر في لحظته كل قوته وبيستعد للهجوم على الفارس وبيطلب منه يستعد وان دي نهايته زي ما هو وعده. وجيني بيستغرب وبيكلم الفارس وبيساله هو يتحرك او يعمل اي حاجه ضد الوحش ده وانه واضح عليه انه هيهجم عليهم. وجولايش بيجي في لحظتها بسيف الجليد بتاعه عليهم عشان يسيب الفارس وبيجمد المنطقه بالكامل. وجيني بيبعد بسرعه عن مسار الهجمه وبيطلب الفارس يتحرك بسرعه وانه كده هيتجمد برضه، ولكن بيتفاجئ بان الفارس ما اتحركش حتى من مكانه وان هجمه جولايش عليه جمدته زي سيريا بالظبط. وجيني بيساله ما اتحركش ليه والمفروض هو قوي، وظهر في لحظتها بقى جولايش الغيلان الجليديه وبيستعدوا للهجوم على جين وبيطلبوا منه ما يتدخلش في صراع ما يخصوش. وجيني بيتفاجئ وبيطلب الفارس الشبح يفوق بسرعه وانه مش عايز يموت هنا وان المفروض هو يكون قوي فليه هو ضعيف كده. والوحوش دي بتقرب من جين في لحظتها ويقدروا يضحكوا عليه، وجين بيطلب الفارس يصحى بسرعه وان هو كده هيموت بسببه وان هو فارس واخد جدا. وواحد من الوحوش بينتهي لمكان جين وبيهجم عليه بمخالبه، وجين بيستعمل كل سرعته وبيتفادى الهجمه بتاعته بسرعه والاوغاد دول سريعين جدا، ولكن بيتفاجئ بان الوحش ده هجم عليه بايده الثانيه واصابه في صدره. وجين بيكون مصدوم والمستحيل وان هو اتصاب وان هو اول مره يشوف الدم في حياته ويدنه يتألم ويطلب من اي شخص يساعده وانه مجرد لاعب وملوش علاقه بالعالم ده وانهم مجانين. والوحش بينتقل تاني لمكان جين وبيستعد للهجوم عليه، وجين بيتفاجئ وبيسأله هو عايز يقتله فعلا، والوحش بيهجم عليه بمخالبه وبيحاول يصيبه، وجين بيستعمل سيفه بسرعه عشان يتصدى لهجمته وبيطلب منه يهدى وانه مجرد زائر في العالم ده. والوحش بيضل يضغط عليه عشان يكسر السيف، وجين بيكون مصدوم وان الوضع ده مرعب جدا وان كمان جسمه بيتألم وانه عايز يخرج من هنا يا اما هيموت. والوحش بيضل يضغط على جين اكتر وبيضحك عليه وبيسأله هو هيموت دلوقتي، وجين بيتعصب ويقول له لا وانه مش عايز يموت وبيستعمل السيف بتاعه وبيهجم على الوحش وبيدمره بالكامل في هجمه واحده وبيطلب منه يسيبه في حاله وانه عايز يعيش. وجين بيفوق من الصدمه بعدها ويقول هو عمل ايه وانه شاف الوحش ده بيتقطع وبيراقب الوحش وراه ولان فعلا جسمه اتقطع كله من هجمته، وجين ما بيكونش مصدق وانه طلع قوي. وجولايش بيتعصب ويطلب من اتباعه كلهم يهجموا على جين حالا ويقضوا عليه، وهم فعلا بيروحوا يهجموا على جين وجين ما بيكونش مهتم بيهم ويدنه يراقب سيفه وبيتسال هو ظنه صحيح وان الجسم ده جسم سواق قوي ويقدر يتعامل معاهم، ويدنه يضحك ويطلب منهم يهجموا عليه بكل قوتهم وان هو يعاقبهم. وجين بيستعمل سيفه في لحظتها وبيبدا يهجم على كل الوحوش دي وبيضل يقضي عليهم وبيقول لهم ان هو حذرهم وان هو مجرد زائر ولكن هم اللي كانوا بيهاجموه برضه. وجين بيراقب الوحوش اللي هو بيقضي عليهم وانه بدا يفتكر ذكرياته ساعه ما هو كان بيلعب بالشخصيه دي وانه فضل فتره كبيره يتدرب على استعمال قوتها بالكامل وانها كانت شخصيه قويه جدا.
وبيقدر انه يهجم على الوحوش بكل قوته وبيقضي عليهم بسهوله، وبين التحركات دي محفوظه في جسمه خلاص، وانه محتاج يفكر فيها وبس وجسمه هيطبقها، والموضوع ده سهل جدا. وبينتهي في لحظتها مكان جولايش وبيطلب منه يستعد وان هو يتخلص منه بسبب الاهانه اللي هو شافها منهم لحد دلوقتي. وجولايش بيجي في لحظتها على جن بسحر الجليد بتاعه وبيحاول يصيبه، ولكن جن بيستعمل قدره السيف القاطع وبيدمر الجليد بسهوله قبل ما يصيبه، وبيروح بسرعه عشان يهجم على جولايش. وجولايش بيقدر يهجم عليه بسحر الجليد، ولكن هو بيكون قادر يصد عليه كله. وجن بيقدر يفتكر ذكريات وتحركات الشخصيه بتاعته، وان هو هينوع بين الهجمات العاديه والقدرات الخاصه عشان يقضي على الوحش ده. وفعلا بيقضي على كل الجليد لحد ما بيوصل لمكان جولايش وبيطلب منه يستعد وان دي نهايته. وجولايش بيتصدم وبيستعمل في لحظتها قدرته الخاصه جبل الجليد وبيهجم على جن ويدمر المكان. وجولايش بدأ انه يضحك والوقت ده اكيد مات دلوقتي، ولكن بيتفاجئ بان جن بدأ يستعمل قدرته عشان يدمر الجليد بتاعه وانتهى اللي وراه عشان يهجم عليه. وجن بيحضر آلة الزيف بتاعته وبيطلب من جولايش ودع الحياه دي وانه وحش حقير. وجولايش بيكون مصدوم وان ده مستحيل، وجن بيهجم عليه في لحظتها بقدرته الخاصه وبيدمر جسمه بالكامل في هجمه واحده بس، وبيقول ان هو وحش ضعيف جدا والمفروض ما كانش يتحداه. وجن بيقول ان هو استعمل فارس الظلام ده في اللعبه كتير قبل كده، وان هو حفظ اسلوبه، وان هو بيقدر يختصر القدرات بتاعته عشان يهجم في وقت اسرع من غير تحضير، وان المهاره دي في اللعبه كان اسمها كسر الوقت. وبدا انه يضحك ويقول لجولايش ان هو حظه سيء جدا عشان يواجه فارس ظلام، وان هو يقدر يتعامل مع الوحوش اللي زيه بسهوله. ودم جوليش بعدها كان في كل مكان، ومع نفسه الأخيرة نطق بكلمات السحرية إن الدائرة السحرية دي لازم ترجع تاني وتتصلح. في اللحظة دي جن وجه الضربة القاضية راس الوحش وقتله تماما. وجن كان عايز الموضوع يخلص بأسرع وقت ممكن، وإنه كان نسي الأشباح دي بيكونوا عنيدين ومش بيسيبوا حقهم بسهولة. وجوليش مات في لحظتها، وبشوف سيريا ظهرت فجأة ورا جن، وجن قعد يفكر في معنى الكلمات الأخيرة اللي جوليش قالها قبل ما يموت، وأدرك إن عملية اختراق حصن الغيلان بدأت فعلا. واكتشف إن بالصدفة كده هو خلص مهمة الخاصة بفارس الأشباح. وبينما جن غرقان في تفكيره جثة الوحش اختفت وظهر مكانها كارت غريب جدا. وجن لاحظ الكارت ده ومسكه وبيسأل نفسه ايه ده، ولكن فجأة الكارت بدأ يلمع ويطلع ضوء غريب، والعالم حواليه بدأ يتفكك وينهار تاني. وظهرت قدامه نمير كوكبة الحكمة اللي لسه جن مش كان قادر يتعرف عليها، وده خلاه يتعصب جدا. وجن فكر بانه مش عايز يعيش التجربه دي تاني ابدا، بس نمير بدا يكلمها وهي معجبه بيه وتقول له انها قدام شخص تم استدعائه من بعد تاني. وقالت لجن انه اخذ اول خطوه عشان يبقى حامل نار. وفي اللحظه دي جن افتكر نمير وتاكد انه ما شافهاش بوضوح في اول مقابله، بس هي فعلا نمير، وبمعنى اصح كوكبه الحكمه، لانها عندها قدره انها تتنقل بين العوالم. وجن اتعصب جدا وقعد يزعق ان نمير مش مجرد شخصيه عاديه، ده جزء من اللعبه، وانه مش فاهم ازاي قدرت تستدعيه هنا من العالم الواقعي. ونمير كشفت رحال جن وقالت انها طول الوقت ده كانت بتراقبه، وقررت ان هو الشخص اللي يقدر يبقى الناصر الحامي اللي يخلص المهمه. وقالت له انه لو وهب حياته الاراد هيقدر يكون الناصر الحقيقي للعالم ده، بس ما ينفعش يقف عند كده. وجن ما كانش فاهم اللي نمير بتقوله وليه بتجاهل اسئلته اساسا، وفجأة فهم معنى كلامها وافتكر في اللعبة النص اللي بيمثل مغامر، يعني الناس اللي بيتحكموا في المغامرين هم اللاعبين نفسهم. وجين فكر ان نمير بيتناديه من المستخدم عشان يعمل حاجة تانية بدل ما هو يبقى مغامر هنا. وقبل ما نمير تكمل كلامها وتناديه، جين وقفها وبيصرخ وبيقول لها انه مش موافق، وهو فهم انها بتحاول تجبره يعمل حاجة في اللعبة، ورفض تماما ينفذ طلبها وسأل نفسه ليه هو هيساعدها، وان انا كل اللي عايزه ان ارجع العالم بتاعي اساسا. ونمير ردت عليه وقالت دي مسؤوليته، وظهرت في ايدها شظيه سحريه. وبينما جين فضل معترض وبيزعق وان كلامها ده تهريج، الشظيه طارت ناحيه جين وضربت راسه، وفي لحظتها هو اتجمد في مكانه وبدأت ذكريات من الماضي تمر قدام عينيه، وازاي عرض المساعده على صديقه في اللعبه، وازاي ما سمعش كلامه وصمم على رايه، وافتكر كلمات صديقه الراحل اللي كانت موجهه لجين شخصيا بانه ملوش ذنب وبوظ كل حاجه عليه. وجن كان مصدوم اما شاف اللي حصل، وشظايا العالم المدمره دي بدات تطير حواليه والوقت وقف بالنسبه له. وجن بدا يتوتر وقال مستحيل، وان الولد الرحال ده كان شخصيه حقيقيه زيه في اللعبه وهو تسبب في موته. ونمير اكد شكوك جن وقالت له ان النصر هو دمره كان شخص من نفس البعد بتاعه، وان تدخله في مهمته فهو قضى عليه. ونمير كملت كلامها وقالت له نساب غروره، فرحالة مشي ضد قدر النصل وظهر حكام الوقت عشان يعاقبوه. بالنهاية نمير نطت الحكم على جن وقالت له ان ده حصل بسببه وهو لازم يتحمل مسؤولية. وجن فضل ما اتحركش والدموع في عينه وجسمه كان متوتر جدا، وبدأ يستوعب كلام نمير.
وقعد يرتب الأمور في دماغه، ما كانش قادر يستوعب هل الشخص ده كان شخص حي زيه، وده معناه إن جين قتله بجد بسبب غروره. وابتسامة ظهرت على وش نمير وعرفته إن الفساد بينتشر في أراض، وجين هو لسه مش فايق لنفسه سألها يا تقصد إيه؟ فنمير كملت وقالت له الفساد ده بوظ الاختبارات واخد الأنصار واللاعبين لطريق غلط، وظهرت صورة قدام جين بتبين اللاعبين وهم بينحرفوا عن طريقهم وبيختفوا وبيقعوا في الهوية، وقالت له إن الوضع فضل على كده فأرادت تواجه مستقبل مظلم جدا. ونمير عرضت على جين إنه يبقى الشخص اللي ينقذ العالم ويقود الأنصار للطريق الصحيح، وبسطته في انتظار إجابته. بس جين ما كانش مصدق اللي بيحصل وسألها تاني على الطريق الصحيح، وهي قالت له إنه يكتشف الطريق ده بنفسه. وبدأ يفتكر إزاي انتهى بيه الحال هنا مع نمير، ورجع يفكر تاني في فارس الأشباح الدموي اللي هو كان بيطارده، وعرف إن حياته هتكون صعبة من أول دلوقتي. وهنا جين يخمن بإن الفساد ده عبارة عن خطأ تقني في اللعبة، وإن اللاعب المنقذ زيه هو المفروض يوقف في الخطأ ده. ونمير ضحكت وقالت له إن تفكيره صحيح ودي وظيفة المنقذ زيه. ونمير كانت مبسوطة إن جين فهم كل حاجة، وقالت له وقت الرحيل، وضربت جين بأجنحتها فطار لبعيد، وحاول جين يوقفها ولسه مش مستوعب اللي بيحصل. بس هي قالت له إنه لازم يساعد الأنصار الباقيين واللاعبين ويطهر الفساد ده ويلاقي المصدر بتاعه بسرعة. وشظايا العالم ظهرت حواليه، وجين مسك واحدة منهم وفضل يصرخ ويسأل ليه نمير بتتصرف وكأنه وافق وإنه لسه ما خدش قراره. بس نمير ما سمعش كلامه وقالت له بس لما يخلص واجبه هي ترجعه المكان اللي جه منه. وجين ما كانش قادر يهدى وكان عايز يتخانق معاها، بس هي كانت طارت خلاص في الاتجاه المعاكس، وكان ماسك شظية العالم ويطير لتحت. وجين صرخ وراها وانه مش فاهم ازاي هو يعمل كده بخصائص وقدرات ضعيفة، وطلب منها تديله اي قدرة تساعده. ونمير سمع طلبه وخلت الشخصية تتراص قدامه، وقالت له انها على الرغم ان ما تقدرش تديله قدرات تدمر الواقع بس تقدر تديله اداة واحدة، ونصحته بانه يختار بحكمة. والشظايا اللي كانت قدام جين كان فيها اسلحة نادرة ومعدات اسطورية زي درع وسيف اسطوري، وجين كان بيبص لهم بانبهار شديد لان دي اسلحة نادرة جدا وهو اصلا خبير في اللعبة دي. ولكن فجأة فكرة ظهرت في دماغه، بص لنمير وقال لها انه مش محتاج كل ده، وانه افتكر حاجة وانه عايز العقد الملكي في اللعبة. وقال نمير تنسى كل الاسلحة وتديله عقد ده وبس. وفجأة نزلت شظية قدام جين ونمير ما كانتش منعها، وقالت له طيب زي ما هو يحب. وجوه الشظية دي جين شاف تاج ذهبي والشظية اتكسرت والتاج نور بضوء ذهبي قوي وضوء كان شديد لدرجة انه عمى جين، بس هو كان عايز يشوف اللي بيحصل. فتح عينه وشاف الهالة الذهبية دي حواليه، والموضوع كان مذهل بالنسبة له. وجين وقف مش قادر يتحرك من الصدمة، ونمير كانت خلاص هتنقل جين لمكانه تاني، بس هو وقفها وسألها لا مش ادوله أي حاجة تانية وإنه عايز على الأقل طاقة لا نهائية. ونمير ردت عليه وقالت له منقذ زيه مش محتاج لده، وإنها تريحه من توتر السيطرة والتفكير في عقله البشري. ونمير كانت بتضحك عليه وهي بتبهده لتحت أكتر وأكتر. وجين كان لسه مستغرب، بس هي قطعته وقالت له اسمعها كويس وإنها مش هتناديه تاني، وإنه لو احتاج أي حاجة تانية هو اللي لازم يدور عليها. ورغم إنه مش هيقدر يشوفها في الممر اللي بين الأبعاد بس هو هيقابل أجزاء منها. وبينما بتقول كده العالم حوالين جين كان بيتغير، وفي الآخر نمير ابتسمت وقالت إنها مستنية تشوف إنجازاته. وجين نزله عنيف بسبب سرعة سقوطه لدرجة إن السقوط بتاعه عمل انفجار كبير في المكان. بس جين كان اتعود على الوقعات دي، وفجأة سمع صوت من وراه في الضلمة وحد كان بيزعق، فلف وشاف اللاعب ده بيعمل دوشة وجنبه سيريا وكانت بتسأل مغامر لو كان كويس. وجين بدأ يستخبى ورا الشجر وبيراقبهم عشان يفهم اللي بيحصل، وسأل نفسه هل ده نفسه فارس الأشباح ولا هو لسه بيخلص المهمة دي بسبب الغلطة اللي حصلت. وجين قرر ده مش الوقت المناسب للظهور. وفجأة فارس الأشباح شاف الدائرة السحرية، وجين قرر إنه يمشي وراهم وبدأ يجهز نفسه وهو مستخبي، وحط شوية فروع شجر في شعره وهدومه عشان يتنكر. والغابة بعدها بقتش ضلمة لأن ضوء الشمس بدأ يظهر من بعيد. وجين مشي وراهم لحد ما لقى نفسه في قرية، وبقية اللاعبين كانوا بيقلعوا المعدات بتاعتهم، وجين كان بيراقبهم ورا الحيطة وافتكر المكان ده اسمه قرية حارس الإلف. وظهرت قدام عينه شكل القرية دي أثناء ما كان بيلعب اللعبة. وجين اتحمس جدا وضل يبص لفارس أشباح وسيريا ولسه مش قادر يصدق ده كله حقيقي، وإن وجوده في اللعبة ودوره كان منقذ، ووجود الفساد هنا كل ده كان غير واقعي بالنسبة له. وجين بيغمض عينه بعدها وصورة مون صديقه لسه بتطارده، وقدام عينه كان في حاجة واحدة بس واضحة بالنسبة له، وإنه لازم يمنع حالات الموت دي بأي تمن لأنه ممكن يبقى ضحية زيهم. وجين فتح عينه وانفى الثقة
وجري ورا المغامر ده وسيريا، وبيفكر ان هو خلاص يقبل دوره كالمنقذ هنا، وان طالما ده هو السبيل الوحيد للرجوع لعالمه فهو يعمل كده. وكان عمال يجمع بعدها في الفواكه الذهبيه، وقعد يفكر في كلام نمير ان وظيفه الحامي هي مساعده اللاعبين في القصه اللي انحرفت عن مسارها، وعشان كده هو محتاج يروح الاول للمدينه اللي بتبدا فيها المهمه. وماشي قرر انه يتاكد من كذا حاجه في النظام، وفجاه فتحت نافذه المخزن واتفاجئ بان السيف اللي كان سايبه للتدريب لسه معاه، وقعد يرمي الفواكه جوه المخزن. وبيقول ان نمير شكلها كانت لطيفه لما رجعته السيف، وبعدين الف المخزن واتاكد بان كل حاجه جاهزه. وجيني كان عايز يفتح نافذه الحاله بتاعته، بس في اخر لحظه غير رايه وداس على التفاصيل عنده، والنافذه ما ظهرش في اي تغيير. وده اكد له انه ما عندوش اي خريطه مصغره، وانه اضطر يكتفي بالنافذتين دول بس. وبعد كده كان شكلهم ابسط بكتير من اللعبه الاصليه، وهو قاعد يدقق فيهم، ولقى النظام بيقول له انه في المستوى الثاني. وهنا اكتشف بانه هو فاشل في العالم ده اكتر حتى ما كان يتخيل. وافتكر كلام نمير انها عن طريق الممر العابر للابعاد هتقدر توصل للاراضي البعيده دي، وافتكر الممر ده هو الوسيله الوحيده اللي لازم يعدي منها لو عايز يرجع لبيته. بس الموضوع طلع صعب جدا لانه محتاج نقط شهره بمقدار 38,000 نقطه، بينما هو معاه دلوقتي 6 نقط بس. وجين قفل النافذه بيأس، وبيقول الموضوع يكون صعب جدا، خصوصا ان نمير مش هي الشخص اللي يعتمد عليه في الاول. وده يفكر ويقول هل هو بذل كل جهده عشان يوصل لمصدر الفساد؟ وهل نمير بجد هترجعه لبيته؟ وقطع فرع الشجره بقوه، وبعدها بشويه قعد قدام النار بياكل الفاكهه دي، واكتشف ان على الاقل مش محتاج يشيل هم الاكل لانه ما بيحسش بالجوع او بالشبع. ودي كانت المعلومه اللي نمير قالت له عليها. وافتكر نمير حذرته بان الفساد هيدمر اراضي لو رفض يساعدها، وتخيل ان هدف نمير في اللعبه دي هو حمايه العالم بالكامل وحمايه اللعبه بالتدمير. وده معناه ان مساعدتها ليه وهو يا اما هيساعد العالم يا اما هيزود قوتها ويخليها هي اللي تدمر العالم ده. وده يفكر وانه محتار جدا هل هو هيساعدها ولا لا، ودي مجرد لعبه، وانه عايز بس يرجع لبيته. مع شروق الشمس جن قرر انه لازم يروح لبيته مهما حصل، وماشي لحد ما وصل لجبل عالي وظهرت قدامه مدينه جميله جدا. فقرر انه يروح الاول لمدينه هندن، وجن وقف في الطابور عشان يدخل عاصمه الدقيه، وكان متعب بطريقه كبيره. وقعد يضحك وافتكر مشوار ده في اللعبه ما كانش بياخد منه غير 10 ثواني بس. وفجاه الحراس منعوه الدخول وكانوا بيبصوا له بشك، وجن وقف قدام الرماح دي وهو محتار هم ليه منعوه. وقعد بعدها على شجره وبيحاول يفتكر ايه موضوع تصريح الدخول ده. واللحظه دي ظهر راجل من الغابه وسأل له محتاج تصريح وهل هو عنده شغل في مدينه هندن. والراجل ده طلع لاينوس، وانه واحد من شخصيات اللعبه اللي بترحب باللاعبين المستجدين. وجن كان سعيد جدا ونادى الراجل ده باسمه، ولينس استغرب وسألوه يعرفه. وجن افتكر دي شخصيه في اللعبه وان ده اللي بيدي تصريح الدخول للاعبين الجداد. ونط فجاه وقعد توسل له انه يديله تصريح، بس الراجل رفض وقال له ايه اللي خلاني ادي تصريح لواحد شحات زيك في الشارع. وجن اتصدم وفهم ان هو اتسرع لان في اللعبه التصريح ده بيتاخد لما تنقذ سيريا، وما كانش عارف ازاي يكسب ثقه الراجل ده دلوقتي. وحط راسه بين ايديه وبدا يمثل عياط والدموع في عينه، وقال للاينس بصدق انه عنده صديق بيعاني مرض غريب، وانه بيشوف اشباح ويسمع اصوات وحالته ساب بطريقه كبيره، وبقى عنده متلازمه الكذان، وانه بقى مجنون وبيهاجم اي حد. وانه سمع ان في خبير كيمياء مشهور في مدينه هيدن فجه هنا عشان يطلب مساعدته، وانه ما يقدرش يشوف صاحبه بيتعذب. ووقع جن بعدها على ركبه وبدا يقول انه كانش حتى يتخيل انه محتاج تصريح عشان يدخل المدينه. وقعد يطلب المساعده لان صاحبه خلاص هيتجنن بسبب الحاله اللي هو فيها. ولينس كان مصدوم من كلامه، وجيني كان بص له وخايف ان هجومه العاطفي عليه ما يكونش جاب نتيجه. بس فجاه بدات تتكون بركه ميه على الارض قدامه، وطلع ان لاينس قعد يعيط بمراره لانه اتاثر جدا بالقصه بتاعت جين. وجين وقف بسرعه وهو قلقان عليه، بس لاينس قعد يتحجج بان في رمل جه في عينه. وبيشوف لحظه لاينس وبدا يرمي حاجات لجين، وقال له ان لو حد خد منه التصريح ده دلوقتي مع الاكل والفلوس دول والسيف الكبير اللي هو صنعه بايده هو مش هيلاحظ اساسا من كتر تاثره بقصته. وجن فهم انه بيبرعه بالحاجات دي، وقع على ركبه وقعد يشكره، ولنا شجعه واتمنى له انه يقدر ينقذ صاحبه. وبعد شويه جن كان واقف في الطابور عند روت التفتيش، وكان بيبص للتصريح ويفكر قد ايه هو محظوظ لانه قدر يحصل على الترخيص ده. ومع كده جن حاسس بشويه عدم ارتياح لانه استغل حزن حد عشان مصلحته،
بس أول لما العسكري نادى عليه الدور مشي جن من جانبه بابتسام الثقة. هو بيفكر إنه مش محتاج يحس بالذنب لأن ده مجرد شخصية في اللعبة ومش لازم يفكر أصلا في إنه يتعلق بالعالم ده. وجيني دخل بعدها المدينة واللي كانت زحمة جدا وبدأ يجري ناحية الزحمة اللي كان طالع منها صوت فرحة كبيرة. فجأة انتباهه شد البنت كانت بتقول إن بس الناس اللي بتحدوا نفسهم هم اللي يستحقوا الفوز. والبنت دي كانت شيون اللي في العادة كانت بترحب باللاعبين بجملة لو كنت مهتم بالمعارك فهي هتساعدك. وانت استغربت لما لقى شخص غريب بيناديها باسمها وجين شرح لها بأنه هو عارفها لأنها بطلة البطولة. وشين بصته باستغراب وقالت عليه إنه باين عليه إنه قوي وعرضت عليه إنه يبارزها. وده خلى جين يتحرج بس مرفضش عرضها. وفجأة سمعت آلات سخرية من وراه ونوع من اللاعبين كانوا واقفين ويضحكوا على إن جين عمال يكلم نفسه. وهنا جين اتصدم لما أدرك إن الحوار بتاعه طلع في الشات العام بتاع اللعبة. في اللحظة دي جري من مكانه بسرعة رهيبة وهيموت من الإحراج. واحد يلوم نفسه إنه نسي إن صاحبه كان بيعمل كده برضه وفضل يجري واللاعبين لسه بيضحكوا عليه لحد ما وقف في شارع المدينة وبينهج لأنه جري مسافة كبيرة كان بيتمنى إن ما يكونش في حد ماشي وراه. وجيني قرر إنه لازم يبطل يكلم نفسه. وفجأة عينه وقعت على حاجة مثيرة للاهتمام وإنه لقى نفسه قدام حانة ضوء القمر. وهو خد خطوة ناحية الحانة وبيفكر إنه كان نسي المكان ده بس زمان لما كان لسه بمستوى قليل كان بيجي هنا كتير. واحد يبص اليافطة باهتمام لأنه عارف الحانة دي بيتردد عليها لاعبين كتير بيعملوا مهمة بقلعة السماء فكده يقدر يعرف آخر الأخبار والمعلومات اللي هو محتاجها. وأول لما جين دخل الحانة ريحة الأكل ملت المكان والزبائن كلهم بصوله وحس بشوية إحراج بس ضغط على نفسه لأن انطباعها الأولي مهم. وراح للبنت الموجودة على البار وهي طلب منه يحدد هو عايز إيه. وجين طلب منها كوباية لبن. البنت اللي في ايدي بصته باستغراب ومايل ناحيتها وقال لها انه عايز يعرف الغرائب الموجوده في الحانه دي. ورد عليه ببرود وقالت له واحده من الغرائب دي واقفه قدامها دلوقتي. وفجاه فكرت في الموضوع وحطت حاجه على الترابيزه وسالته بالضحك هل ده اللي تقصده. وجن مايل على الحاجه دي وانها مثير اهتمام بس ده مش هو اللي يقصده. وبدا يسالها بعدها كام سؤال. واللحظه دي دخل زبون تاني وطلعت سيريا ومع لاعبها اسمها موليسك. وجن ادرك فورا بان اللاعبه دي في نص مهمه قلعه السماء وبص لها بدقه وعرف انه شخص حقيقي بيعمل مهمه يعني مستخدم من فئه المقاتل. وفجاه حد تاني دخل الحانه وان الصوت ده كان مألوف لجين والصوت كان بيقول انه محتاجين يتحركوا بسرعه وانه بكره المبتدئين لانهم دايما بيسالوه ومش بيسمعوا الكلام اساسا. وبنت تانية ردت وسالته في حد بجد يعرف كل حاجه. وبنت تانية وقفتها وقالتها الناس يكون اكتر احتراما لان ده امر القائد بتاعهم. وجيني بص حواليه بخوف وكان حاسس ان مش معقول يكون دول فرسان الذئب الحديدي. وفعلا دخلت الفرقه اللي بتخدم تحت حكم امبراطوريه ديولوس واللي كانت متمركزه دلوقتي في قلعه السماء عشان يعملوا تحقيقات عن القلعه. وده كان السبب اللي بيخلي اللاعبين يقبلوا مهمات هناك مع اعضاء الفرقه دي. وجيني كان مستغرب والفرسان بيروحوا الحانه زي دي اساسا ليه وافتكر فينا قدام دول شخصيات غير حقيقيه مكانهم مخفي في اللعبه ولان المفروض مكانها تظهر في سيناريو الظلال وان ما حدش من الثلاثه دول ظهر في الحانه دي قبل كده. وقعد يراقبهم وشاف اتنين لعيبه بيتكلموا عن اللي حصل بعد ما خلصوا اتنين من الدنجن. وفي من الثلاثه دول الشخصيه بتاعتهم اتغيرت وانوش بيتبعوا نفس السيناريو اللي كان موجود في اللعبه. وبص الفرسان اللي كان باين عليهم التوتر وسال نفسه اللي هم كانوا جايين عشانه وهل هم اتاثروا بالفساد اللي نمير قالت عليه. واللحظه دي سيريا خرجت من الحانه وشكرت شوتسيا لاخر مره وقالت ان كده خلاص كل حاجه خلصت. وجين خرج وراهم من المدينه وبيفكر انه لازم يراقبهم كويس. وبدا يستخبر اللاعبين التانيين ويتبع زوار الحانه الجداد وسمع كلامهم عن القائد اللي مستنيهم في الدور اللي فوق. وقعد يسال نفسه ليه القائد محتاج المستكشف ده بالذات. وبص الفرسان الثلاثه وكان محتار مين فيهم اللي اصابه الفساد وقرر ان هو لازم يوقفهم مهما حصل. ولكن اول ما حاول يتحرك حارسين منعوبر معهم وقالوا له لو مش معاه تصريح فالدخول ممنوع على قلعه السماء. وجين يشتموا في سره لما عرف ان الطريق مقفول. واللحظه اللي قرب منه واحد فجين لف وجري باقصى سرعه لروجر ليفين وده المسؤول عن تصريح قلعه السماء. بس البنت اللي كانت موجوده في مكتبه ابتسمت له وقالت له ان روجر مش موجود دلوقتي وان عندها الصلاحيه طلع له تصريح. وبنت اعتذرته وهي شايفه جين بيقع على ركبه وبيخبط في الارض بايده وبيصرخ وازاي شخصيه المسؤول في اللعبه يختفي فجاه كده وان ازاي هو يدخل قلعه السماء دلوقتي. وفجاه حد قرب منه ونادى عليه وينفع ده الشخص الغريب ده قدام الحراس الموجودين على بوابه قلعه السماء وفحصوا التصريح اللي معاه واكدوا انهم يقدروا يعدوا
وجين خطف التصريح بسرعة منه وصرخ إن هم لازم يمشوا فورا، وقضى الحراس بضحكة، وقعد يفكر إنه ببساطة قدر يعمل فريق مع اللعيب ده، وإنه كان معاه تصريح وقدر يخش من خلاله. من كتر فرحته قعد يشكر الشخص الموجود ده وقال له إنه ساعده كتير. واللاعب الموجود ده اعترف إنه كان بيلعب جن من فترة، وقعد يضحك وسأله هو أنت مستمتع باللعبة للدرجة دي؟ لأنه شايف إن تمثيل جن الدور مضحك جدا. وجن اتحرج وإنه مش بيمثل وإنه كده في الحقيقة برضه. والشخص ده ضحك أكتر وسأله بجد وهل أنت بتقرا النصوص ببطء برضه كده في الحقيقة؟ وبدأ يمشي لقدام وهو اللي جن مسلي جدا، وإنه مش متخيل إن لاعب في لعبة زيه ممكن يقمص الدور بالطريقة دي. وجن ما كانش فاهم يقصد إيه، مع إنه كان بيلعب باللعبة دي من سنين. وفجأة وقف مكانه لما جت في باله فكرة مجنونة، وإن اللاعب ده كان بيعرض عليه المساعدة، بس جن حس إنه فعش يقبلها. فتح النظام وقعد يصرخ فيه إنه يلغي الشراكة بينه وبين اللاعب ده فورا ويطلعه من الفريق. واعتذر اللاعب ده وقال له إنه عنده مشوار ضروري وخرج من الفريق بتاعه. والناحية التانية ونشوف اللاعب اللي كان بيتحكم في الشخصية دي وهو بيلعب جن، وإنه خسر إنه ماشي وإنه كان مسلي. وسند راسها بعدها وكانت مستغربة ليه مش قادرة تشوف الاسم المستعار بتاع جن، وإن شخصيته غريبة جدا. ونرجع بعدها الجن اللي دخل قلعة السماء وبيسأل نفسه اللاعب ده كان مزعج ليه كده، ويقول إنه لازم يتجنبه في المستقبل. وصل أخيرا لممر كان كل سلامه مكسرة، وبدأ يقول إنه أخيرا جوه قلعة السماء اللي أشبه ببرج من كتر ارتفاعها. وكان قلقان إن فرقة الفرسان لو بيتبعوا اختفوا، وإنه كده بيضيع وقته، وإنه محتاج يلاقي الفصاد بسرعة. وفجأة سمع صوت بيقرب منه وشوف الفرسان بيجروا على السلالم وهم بيصرخوا من الرعب، وبنت كانت عمالة تشتم وبتقول إن الكل بيعصبها وإنها محتاجة تروج الهجمات أكتر. وجين راقب الفرسان وهم نازلين، ودان كان بيكح وإن كل حاجة تمام، وإنه بس بيحمل باحث تنفيذا للأوامر. ولين ردت عليه وقالت إنه غرق المكان دم أساسا، وإنها مش فاهمة هو إزاي إنه يحمي حد وهو في الحالة الضايعة دي. وجيني بص الفرسان دول باستغراب وقعد يفكر في نفسه إن مستواهم مش قليل، ولكن على الرغم من كده هم هربوا بسرعة عن مكان. وسأل نفسه مين فيهم اللي ممكن يكون أصابوا الفساد. وفجأة افتكر الأحداث الأخيرة وجه في باله إنه ممكن ما يكونوش هم اللي اتلوثوا، وإن الشخص اللي أصابه الفساد ممكن هو يكون القائد بونفالجيد، وإنه قائد الفرسان والمسؤول عن إصدار الأوامر لفرقة الذئب الحديدي بالكامل. وفجأة ضربات نار ملت المكان، فجري جن في الممر بأقصى سرعة وهو بيراوغ الطلقات دي، وقعد يفكر ايه اللي ممكن يحصل لو هو قابل اللاعبة بوليسك مع القائد بون. وخاف جدا ان الفساد ينتشر بقية الفرسان في الفرقة، فكان لازم يصارع اكتر. في اللحظة دي كان بيهرب من وحش بيطارده، والوحش ده هجم عليه وقدر يجرحه. وجن تعصب من اللي هو عمله وفتح الشنطة بتاعته وخرج السيف وقدر يضرب الوحش ده ووضع عليه، ولكن ماتوا الوحوش هجم عليه في اللحظة دي وبدأ يراوغ ويضربهم. واحد الوحوش مسك سيفه، وجن حس انه فقد تركيزه اللحظة وظهرت وحوش تانية اخطر، وبدأ يلوح بسيفه اسرع وبيقطع الوحوش دي. والسحال البشرية هجمت عليه برماحها، وكانوا بيحاولوا يصيبوا جن باستعمال الرماح دي، ولكن جن كان قادر يتصدى لهجماتهم. والوحش صرخ لما جن قدر يعترض الرمح بتاعه، وجن خد منه الرمح وضرب الوحش، بس الوحش ما استسلمش وحاول يهجم عليه تاني. وجن طار في الهواء وبيحاول يهاجم خصمه من فوق، بس وحوش تانية طارت ناحيته عشان تحمي زميلها. وجن استعمل مهارته وأظهر سحر الضوء وعمام كلهم، وانتهى بعد دورة الوحوش دي وهجم عليهم واحد ورا التاني، وده انه يقتل فيهم. وقعد يفكر انه ما عندوش وقت لان العدد بتاعهم كبير جدا، وسحلية تانية قربت منه وحاولت تضربه، فجن استعمل ضرب شاء الظلام وهجم عليها والمكان كله انفجر قدامه. في اللحظة دي جن أدرك إن المنى بتاعته خلصت والوحوش حاصروه واستعدوا الهجوم عليه، ووعد لهم نفسه إنه ما طورش مستواه قبل ما يتدخل في الموضوع ده. وفجأة لفت انتباهه سلاح أحمر موجود والمكان انفجر أول ما السلاح ده أطلق القوة الموجودة جواه، وجن صرخ من الألم واتفادى السلاح ده بسرعة. وجن افتكر إن في الموقف ده لازم يكون في مكان سري للاختباء، وجه في باله إن في حاجة تكون موجودة في آخر صف التماثيل، وجري فورا لآخر الممر ومش مهتم بصراخ الوحوش. وظهرت قدامه شعار الصحة والحياة، وعرف إن دائرة الشفاء الكاملة تكون موجودة هنا. هو دخل الدائرة دي والوحوش الطاهرة بتهجم عليه والدم كان بيسيل في كل ممر، وجن قعد يقطع في الوحوش بغضب أكبر. ولما خلص أخيرا هو كان فرحان ورفع إيده واكتشف إن مستواه زاد، وابتسم برضا ورفع سيفه وقرر يكمل في طريقه لحد ما يهزمهم كلهم. وجن بيدرك في لحظتها إنه هو دلوقتي في عش الدراجونويد، وإنه قدامه لايكاس، وده نوع من الوحوش القوية. واللايكاس ده اكتشف وجود دخيل بيلوث قلعة السماء عندهم، وأصدر عمره لأتباعه ببدء عملية التنظيف
وهجموا على جين بكل قوتهم، وواحد منهم رفع السلاح فوق جين، ولكن جين راوغ الضربة في آخر لحظة قبل ما يتصاب، وجين بعدها كمل تفادل الضربات وضرب الوحش في رجله بسيفه. وبينما كان الوحش بيتألم ووقع على الأرض، نط جين ووجه له ضربة قاضية باستعمال قدرة قطع الظلام. وجه الدور بعدها الوحش اللي بعده اللي حاول يغدر بجن من ظهره، بس جن لمح الحركة ولف بسرعة، وسلاح الوحش بدأ يشحن بالطاقة ويتوهج بهالة كبيرة، وهو رمى ناحية جن اللي قدر ينط بسرعة في الوقت المناسب. وجن كان سعيد لأن حركة الوحش كانت بطيئة جدا ومش أصابته. بس فجأة الأمور اتبدلت، وإن الوحش روغ ضربة جن اللي خبطت في العمود بدل منه. بس فجأة الأمور اتعكست، وإن الوحش روغ ضربة جن اللي خبطت في العمود بدل منه. واللحظة دي كانت محرجة جدا لأن الكل اتجمدوا مكانهم لثواني، وجن نفسه ما كانش فاهم ده حصل ازاي. بس الوحش ما ضيعش وقت وهجم على جن تاني، ولكن جن استعمل قدرة قطع عليه وقدر يهزمه. واخيرا جن قدر يتخلص من الوحش ده اخيرا. بس المعركة كانت لسه في بدايتها، وان الوحوش الطائرة كانت بتجهز هجوم تاني، وانقضوا عليه وعملوا انفجار كبير، وقعدوا بعدها يطيروا حواليه في الهواء ويراقبوا نتيجة شغلهم. وجن رفع سيفه وهو في قمة غضبه ونادى عليهم بالوحوش الحقيرة الذي يموتوا هنا، وحاول يستعمل رجله بس ما قدرش يوصل لوحوش الطائرة دي. واحد منهم ضربه ضربة قوية في وشه. وطول الوقت جين كان بيستعمل نظام الهجوم اللي بيسمح له يتجاهل التأخير بين المهارات، بس النظام ده ليه ترتيب معين، وإن اختيار الترتيب الصحيح بيبين مدى إتقان فرس الظلام لقوته. والوحوش الطائرة قعدوا يضحكوا عليه لأنه مش عارف يطولهم، وبيصرخ فيهم عشان ينزلوا الأرض ويواجهوه. وفجأة وقف وفهم إن هو غلط في ترتيب الهجوم بتاعه، وإنه ضيع المهارة مرتين وما خدش باله بإن في سلاح بيقرب منه من ظهره. وجيني بيقول إنه لو كان بيلعب قدام كمبيوتر كان يضحك على غلطته دي، بس دلوقتي حياته يتمن، وحس بالخطر وقدر يصد الهجوم. بس ما لمحش ديل الوحش اللي لف حوالين رجله وقع على الأرض. والوحش بدأ يتسلى بجين ويرفع سلاحه فوق راسه ويعدي ببطء فوق عشان يخوفه. بس فجأة جين هجم عليه بركلة قوية جدا خلته يطول ورا، وجين استغل الفرصة ورفع سيفه عشان يخلص عليه. بس فجأة سلاح قوي اخترق قلب الوحش ده والدم انتشر في كل حتة. وجين متوقعش الغدر ده ومش كان فاهم اللي حصل، وعارف ان الضربة دي كانت اصلا مقصودة ليه هو. وطلع ان لاكيوس اللي زهق من الوقفة واتضايق ان وحوش ومش عارفين يخلصوا على اللاعب اتدخل. ودلوقتي المواجهة الكبرى بدأت بين لاكيوس وجين استعمل تقنية التحرك بتاعته وطلع موجة طاقة قوية ناحية لاكيوس وضربه مباشرة. بس الوحش ما اهتمش لأنه هو زعيم وهزيمته مش سهلة. والمعركة استمرت والضربات ما بينهم كانت قوية جدا، وجين صف رجله وإيده كذا مرة، ولاكيوس قعد يشحن طاقته ووجهها لجين اللي كان متوتر جدا وغاضب. أول لما لاكيوس جمع كهرباء كافية وابتسم ابتسامة خبيثة والطاقة كلها في ضربة واحدة دمرت المكان. والضربة ما قتلش جين بس خلته في حالة صعبة جدا، ونجومه وشعره اتحرقوا. ولكياس رمى جن بقوة على العمود وطياره لبعيد. وجن كان محتاج يرتاح بس من قوة الضربة دي، والوحش كان تعبان برضه بس باين عليه الرضا. وجن جمع كل قوته في قبضة ايده وضربه تاني رغم الألم الرهيب اللي في جسمه، وحاول يستعمل قدرة القطع بس لاكياس صدها. وهو حاول بعدها يستعمل هجمة تانية بس ما قدرش، وقع على الأرض قدام الوحش الضخم ده. ولكياس رفع سيفه فوق جن وساله بشماتة. خلاص كده هو خلص. في اللحظة الأخيرة جن استعمل مهارة حركة سريعة خلت ضربة لاكياس تخطئ الهدف بتاعها، ولقى نفسه في الطرف التاني من الأوضة وهو بينهج بتعب ويقول الضغط خطير جدا. ولاكياس اتنرفز وما كانش فاهم جن بيقول ايه. اول لما جن صرخ العضة الرابعة جه ناحية الوحش وجه له ضربة قوية جدا وصادمة ما كانش لاكياس يتوقعها أبدا. وجن بعدها استعمل كل قوته وهجم عليه لدرجة ان الأرضية حوالين المكان بدأت تتفكك وتنهار. ولاكياس ما كانش مستوعب القوة دي جاية منين وازاي الفارس ده عنده كل الطاقة دي. وجن كشر عن أنيابه وبان عليه الحماس لأن السر الحقيقي ورا الضربات المتتالية بتاعت فارس الظلام زيه مش في المراوغة بل في القوة الانفجارية اللي بيفرغها في العدو. وجسم التنين اتغطى بالدم وقعد يصرخ من الألم. ولاكياس حاول يوجه طاقته لجن تاني بس جن رد عليه باستعمال الهالة القتالية بتاعته. وبينما لاكياس كان بيحاول يجمع طاقته اتحرك جن بسرعة وبقى وراه. وطول الوقت ده جن كان عمال يجمع في كل طاقته ويعد في عدد الضربات اللي هو استعملها، لأنه كل ما زاد العدد زاد الضرر. في الهجمة الخامسة وفي العدة الخامسة بيوصل الضرر ل 200%. وجن استعمل كل الطاقة اللي جمعها ووجه ضربة مباشرة للاكياس
والضربة كانت قوية لدرجة إن جين اخترق المكان ودمره بالكامل، وجسم لاكياس اتقسم نصين واتدمر، والدم بدأ يخرج من الوحش بطريقة كبيرة. والنظام أعلن إن عش الدراجونويد تم تطهيره بنجاح. وبعد المعركة جين وقع على الأرض من كتر التعب جنب جثة لاكياس وهو كان بيكح، وفجأة سمع صوت خطوات تعابين بقربوا منه. هما كانوا مستغربين من الدوشة والجثث اللي في كل مكان، وظهر الجنود واللي كانوا متفاجئين من اللي حصل، وبلغوا نائب القائد بانهم لقوا راجل هناك جنب الوحوش. وجين كان في حاله صعبه وكان بيتمنى في سره ان اي حد يجي يشيله من الارهاق ده. وفجاه كل جسمه اتغطى بنور كبير، وظهر له اشعار من النظام بيقول له انه وصل مستوى 15. وجين فرح جدا لده معناه ان صحته رجعت كامله، وسند على سيفه ووقف ومبتسم، وقال ده وقت جمع الغنائم وانه هيطلع للدور اللي بعده. وقعد يبص على جثث الوحوش متقطعه واستغرب لان مفيش اي ادوات وقعت منهم. ولكن فجاه لقى سن رمح توجهها لراسه، وطلع نائب القائد وبيسأله بغضب مين قال ان مفيش حاجه وقعت، وان انت فعلا عايز تقول انك قتلت كل الوحوش دي لوحدك؟ وجين بص وراه برعب، والراجل ده كمل اسئلته وساله انت مين ودخل البرج ازاي. وفي لحظه واحده الفرسان حاصروا جين برمح من كل ناحيه، ونائب القائد كان ماسك سلاح جين بايده التانيه وامر يقول اسمه والجهه التابع ليها وازاي يعرفوا اساسا. وجين رفع ايده بخوف ورمح كانت قريبه منه، وقعد يقول لنفسه انه مستحيل هو ما يعرفوش وده هارتس وانه نائب الفرسان. وهارتس كان بيبص له باحتقار، وجين افتكر ان الشخصيه دي في اللعبه كانت سيئه جدا لدرجه المطورين اضطروا يغيروها. وهارتس حط الرمح على كتفه وقال له انه باين عليه انه مش ناوي يرد. فجين صرخ بسرعه وانه يعرفه وان انت نائب قائد فرسان الذئب الحديدي. وهارتس ساله تاني دخلت البرج ازاي؟ فجين رد متوتر انه اخذ تصريح من روجر ليفن، وهارتس طلب يشوف التصريح ده منه. فجين رفع ايده وقال له للاسف مش موجود معاه وانه موجود مع روجر. ونائب القائد ساله صاحبك ده فين طيب؟ فجين رد بارتباك وقال له انه سابه تحت وانه لسه بيحارب الوحوش. هارتس امر انهم يمشوا ووديه لصاحبه ده، وقال انه مش هيسيبه غير اما يتاكد من هويته ويشوف التصريح بتاعه، وانه لو طلع بيكذب مفيش مفر من العقاب. ومشي جن بعدها في الممرات وهو متحاصر بالحراس، وقعد يسال نفسه ليه الراجل ده شرير كده وليه من وسط كل الشخصيات هو قابل ده بالذات. وقعد يفكر في اللاعبين اللي هو قابلهم وندخلهم الحانه والبرج معاه، معناه انهم خلصوا حصن الظلام ودلوقتي هم في طريقهم لاعلى دور في البرج وعشان يهزموا كاستيليان. وتخيل ان اللاعبين اللي تابعين لفرسان الذئب دول هم الاقوى في المكان ده، وانهم خلصوا كل الحصون واحد ورا التاني، وان في النهايه هم وصلوا للقمه زي اللعبه. وجين تخيل فجاه ازاي سيريا واللعيبه اللي معاها كامي دخلوا الممر المؤدي للدور الاخير، وعرف ان هناك هي هتقابل شخصيه غير لاعبه عشان يساعدها في المعركه. ومن وسطهم تخيل صورة قائد فرسان بون وهو كان مبتسم لانه عامل لهم فخ. وجن غضب وقال لنفسه المفروض اللعيبه دي تكون واصلت للدور الاخير دلوقتي لو مفيش اي عواقب بالنسبه لها، بس هو لسه بيضيع وقت. واحد يتساءل هل بون فعلا اصابه الفساد هنا وانه بيحاول يعطل سيريا وباقي اللاعبين؟ وسط افكاره دي وقف فجاه وفرسان بصوا له باستغراب، وبدون مقدمات استعمل جين ضرب قطع الظلام عشان يهاجمهم. ونائب القائد هارتس اتعصب جدا واستغرب هو خبى السيف ده فين، وهجم برمحه بسرعه، بس اتفاجئ بان جين اختفى من قدامه وظهر وراه بسرعه. وهارتس صرخ فيه يطلع كل اللعيبه ويهجم عليه، بس جين رد عليه وقال له انه لا يحضر مكانه بعدين، ولف وبدا يهرب باقصى سرعه. والفرسان بقياده هارتس جري وراه، وجين فتح شاشه النظام وقال لنفسه انه محظوظ لانه مطور مهاراته القتاليه، بس ما كانش عايز يدخل في خناقه حقيقيه مع القائد، وبدأ يضاف المخزن بتاعه على أي حاجة تنقذه. وفي اللحظة دي رمى هارتس رمح بكل قوته، فجن طلع أول حاجة جت في إيده ورماها وطلع قنبلة انفجرت بقوة. وهارتس اتصدم وبص ورا برعب الانفجار وجري لقدام وهو بيشتم وقال إن جن مجرد واخده ضعيف، بس جن كان واقف بابتسامة خبيثة وماسك في إيده قنبلة تانية مولعة، ووش هارتس اتغير تماما وبدأ يهرب من الانفجار ده، وهو بيتوعد جن بإنه هيجيبه وهيقضي عليه بإيده. وجن ضحك وان القنابل دي بتعمل دوشه بس، وان من غير زجاجه الزب بتاعتها فتاثيرها ضعيف. وافتكر شتيسيا وابتسم لانه كانش متوقع ان الحاجات اللي اشتراها من الحانه تنقذه كده. والوقت بدا يتاخر بعدها والشمس بتغرب في البرج، وجن كان طالع السلالم بيدور على اللعيبه دي، وفجاه لقاهم قدامه. وسيريا لفت راسها باستغراب وسالته هو في باحث تاني معاه؟ واللعيبه كامي طلبت من كيم يسرع ويلاقي مكان امن وان البرج خطير على اللاعبين الجداد.
وقائد بن مد ايده وانه مش لازم يقف في طريقهم. فجن كان متحمس جدا وهو بيقشش نفسه وبيقول انه لقاهم، وفجأة سمع صرخة مرعبة وراه ولقى هارتس واقف وعينه بتطلع شرار من كتر الغضب. هو اللي جن انه شجاع جدا عشان يرمي قنبله في وشه، وبون سأل ببرود اللي بيحصل، وهارتس طلب منه يقبض على الوغد ده، وجن لقى سيف محوطاه وفهم انه ملوش مهرب، فقرر يستعمل حيلة أخيرة وشاور بصباعه فوقهم وصرخ بأعلى صوته وطلب منهم يبصوا وإن في شخص عريان فوقيهم. وكل بص للسما باستغراب وسراب بيتكلم عن إيه. وجين استغل اللحظة ونط من المبنى وهو بيصرخ وبيقول لهم إنه كان بيكذب. وكده بصوا تحت بصدمة وشافوا سيف جين وهو بيخترق الحيطة عشان يهدي سرعة سقوطه لحد ما نط في واحدة من الأدوار الفاضية وهو ارتاح وقال لنفسه ده كان قريب جدا وإنه كان هيموت. بس لحسن الحظ الفساد لسه ما انتشرش قوي بين اللاعبين، وده معناه إنه لازم يلحقهم قبل ما يوصلوا الحصن اللي جاي. في الوقت ده الأربع لاعبين سيريا وبون وهارتس كملوا صعود البرج، وسيريا سألت باستغراب عن الشخص اللي ظهر ده، بس بون رد بابتسامة مستفزة وقال لها إنه مجرد تعب غريب والمفروض هم ما يهتموش بحصالة زيه، واقترح إنهم يرتاحوا في الدور اللي جاي. وجن بعدها كان طالع السلالم ورجله بترتعش من التعب وقعد يشتكي من كتر السلالم اللي طلعها في حياته، وكان قلقان ليكون وصل للحصن فعلا. وفجأة سمع صرخة عالية بتترجى بون إنه يوقف، فجري الجن من ورا الزاوية وشاف منظر مرعب وإن قائد بون كان بيهجم على زميله وعينه مشتعلة بالجنون. وجن اترعب وصرخ في سره إنه اتأخر جدا. وفجأة بون اتوقف وبابتسامة قال لهم إن هو فاهم الموضوع مش مريح بس مفيش داعي للهروب، وقال لزميله إن السبب إن عضلاته مشدودة بزيادة وإنه بيحاول يعالجها بتقنية الضغط بتاعته. وإنزو قال له إن هو فاهم وطلب منه يكون أرق شوية في التعامل مع عضلاته. وجين وقع على السلالم من الصدمة، وبعد ثواني بص عليهم وهم بيتكلموا وفكر إن المرة دي عدت على خير، بس قرر يفضل مراقب قائد الفرسان لحد ما يظهر وجهه الحقيقي. وكان متعصب ومش عارف يعمل إيه. وبعد شوية وقف جين وقال له نفسه لأ، وافتكر إن بني كان بيمشي ورا الكل ومش بيعمل حاجة وإنه ما حاولش يأذي أي لاعب أو شخصية غير لاعبة، بالعكس ده كان بيمدح في رجالته وما حاولش يسيطر على فرقة الفرسان. وده خلى جين يغلي من الغضب ولنفسه إن كل حاجة عكس توقعاته، وإن بون باين عليه إنه طبيعي جدا وهو بيبتسم لزمايله. وفي الوقت ده إنزو قال للبنات إنهم لازم يستكشفوا المكان عشان يلاقوا صاحب البرج، وقال إنه بون هيمشوا في اتجاه معين. وفجأة بون مشي لقدام بكل ثقة وقف قدام كامي ومبتسم بطريقة جنونية ومد ايده ناحيتها. وجين اتوتر جدا بس بشكل غير متوقع بون حط ايده على كتف كامي وقال لها انهم يشوفوا بعض قريب. وبعدين مشي هو وزميله، وجين قال لنفسه انه كان عارف ان شكوك في محلها، ورغم ان بون ما عملش حاجه غريبه لسه وكل كلامه زي حوارات اللعبه، بس لسه بيسال نفسه لو ما كانش بون ده ولا الفرسان الصغيرين يبقى مين اللي اصابه الفساد. وجري جين وراهم وبيفكر ان بناء على خبرته ان اكيد حد من اللي ظهر في الحان هو المصاب، بس افتكر انك من جوه اللعبه ما تقدرش تشوف اللي بيحصل بره. وقعد يتخيل الموقف وبيسال نفسه هل اللعبه اتجاهلت التفصيله دي ولا هم مش مصابين اساسا. في اللحظه دي ظهر عدو بدرع الفرسان قدام بون وانزو، وكانت وحوش مدرعه وعينها بتلمع بطريقه كبيره وبتهجم عليهم. وبون وقف وانسان سخريه قال انه صاحب المكان ده ما عندوش ذوق لانه بيبعت ضعفاء يستقبلوهم، وطلب منهم يبلغوا رئيسهم يظهر لهم. وجيني كان بيراقبهم ورا الزاويه وافتكر الكارت اللي معاه اللي اخده لما هزم جوليتش، وسأل نفسه لو بون فعلا مصاب هل يظهر كارت زيه ما يموت، بس افتكر ان بون في القصه الاصليه ما يموتش هنا، وان لو مات المسار كله هيتغير وان ده هيبقى اسوأ حتى من الفساد اللي هيضرب اللعبه. وتخيل جن مواجهه ضد زعيم جديد بطاقه جباره، وخاف ان حكايه جوليتش تتكرر تاني. وسمع بون وبيسال بضيق هو الولد هارت راح فين، فزميله استغرب وساله لو بيعتقد انه لسه بيدور على الولد اللي هرب منهم. ولما جن عرف انهم ناويين يقبضوا عليه اول لما يلاقوه توتر جدا وقال دي مشكله لان بسبب اللي حصل مع هارتس فالفرسان كلهم بقى مستهدفينه، وعشان يساعدهم في معركه الزعيم هو لازم يلاقي طريقه يدخل بيها. وفي منطقه تانية فاضيه سمع صوت سحب سيف ورجل شايل سلاح ماشي بكل ثقه، ودرع الفارس بتاعه على الارض برنه قويه، وبنت كانت معاه بتبتسم وبتقول له انها دايما بتنبهر مهاراته. وراجل عجوز ده بص لها وطلب منها بطل تريقه وقال لها هم بيلموا السيوف انهم وصلوا لمكان بعيد، وسالها فاضل قد ايه. بنت ردت ان بناء على كثافه السحر هنا هم قربوا جدا. والعجوز من غير ما يلف
كلم شيرون دي وطلب منها تبعد وضرب ضربة سيف طلعت موجة طاقة كبيرة، وشيرون اترعبت وسألته بيعمل ايه، والعجوز اعتذر لها لانه افتكر ان في وحش مستخبي قدام، وجن ظهر وكان واخد وضعية الاستعداد وقدر يصدر هجمته. والعجوز فكر ان رغم انه ما ضربش بكل قوته، بس اللي يصد ضربة زي دي لازم يكون محارب قوي. بس باين ان الشاب ده مش قادر يتحكم في النبض اللي طالع من ايده الشبحية، وجن كان خايف لانه كان هيموت من الضربة دي. والعجوز سأله هو مين وليه مغامر زي بيطاردهم، فجن مد ايده وقال له انه عنده طلب. بص لشيرون وافتكر انها جنية ظلام بيديله نقابة سحر من تحت الارض، وبص لبيبو وعرف انه فارس شبح زيه مخبي هوته الحقيقية، وانه بيدير صالة تدريب في السوق السوداء. وجن فكر دي قصتهم الاساسية، وان هم شخصيات غير لاعبة هينضموا المعركة النهائية، وان هم لو ضمنوه عند فرسان الذئب فالفرقة مش هتلاقي خيار تاني غير انها تدخله معاهم، فطلب ينضم لهم كزميل. وشيرين استغربت جدا وسالته ليه نوافق واحنا لسه مقابلينك اساسا. وجين فضل باصص لهم وبيفكر انه كان عارف انهم يرفضوا بس مفيش حل تاني، وانه يقدر يقنعهم فده يكون في مصلحته على المدى البعيد. وعشان يكسب ثقتهم شاور ليهم وقال لهم انه يكون مفيد بالنسبه لهم، وشاور بثقه على بيبو وقال له انه هو عارف ويته السريه. وشيرين اتصدمت وقالت انه مستحيل، وجين في سره كان بيضحك لان محدش يعرف ويته الراجل ده في الحقيقه. وبيبو عدى الماسك بتاعه وهو مستغرب جدا، وجين صرخ باسمه الحقيقي اللي عرفه من وصف الفارس الشبح، بس استغرب ليه بيبو مش عارف الاسم ده، وافتكر ان الجزء ده من القصه اتمسح او اتغير في التحديثات. وفجأة العجوز لمح الفرسان اللي وصلوا المكان وان هم عندهم ضيوف، وجين حاول يفتكر القصه وليه بيبو استعمل الاسم ده، وقال انه محتاج يقنعه، ونادى على العجوز بلقب سيد سيف برج اليأس. وشيرون لف بابتسامه وقالت الولد ده مثير اهتمام جدا بس متسرع. وقبل ما يكمل انفجار منى رهيب طلع من العجوز خلى درع الفرسان اللي حواليه اتدمر. وبص بيه بعدها الجن وكان متعصب جدا وسأله بتركيز انت مين وازاي عارف ويتي السريه، وان احسن له يعرفوا كل حاجه هنا يما هو هيقطع عليه. وخلص انا ملخص الجزء الثالث من هوا، واسال الفيديو اسم قائد فرسان الذئب. عرفني بالكومنتات، مش ننسى اللايك والاشتراك. سلام.